افتتح مجلس الأدب في روجافاي كردستان معرضا للكتاب الكردي في مكتبة شلير في مدينة قامشلو، وذلك بمشاركة 13 دار نشر ومؤسسة ثقافية وكتاب، وذلك بمناسبة يوم اللغة الكردية. وشهد المعرض حضورا واسعا من قبل الطلبة والكتاب والمهتمين بالشأن الثقافي، حيث ضم عدد من المؤلفات والروايات والدواوين والكتب الفكرية المكتوبة باللغة الكردية، في خطوة تهدف إلى تشجيع القراءة باللغة الكردية والحفاظ على إرثها. وأكد المشاركون خلال الفعالية على أهمية اللغة الكردية باعتبارها جزءا من الهوية الثقافية للشعب الكردي، حيث تسهم هذه النشاطات في ترسيخ مكانة اللغة الكردية بين الأجيال الجديدة وتعزز من حضورها في الحياة العامة. ويأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن الحملة المطالبة بالاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية ضمن الدستور السوري الجديد، إلى جانب التأكيد على الحقوق الثقافية واللغوية لجميع المكونات في المنطقة.